عمرك سمعت في الأسباني كلمة فيها حرفين متحركين بيتنططوا حرف واحد؟ اللي سمعته ده صح من الصدفة، في حاجة اسمها التقمص ودي سر من أسرار النطق في اللغة الإسبانية. يمكن الاسم يبان غريب شوية بس الفكرة بسيطة خالص. الدكتور ده عبارة عن إيه؟ يعني مثال عندنا في العربي زي كلمة عين. عين احنا لما بنقول مطلقة بناخد العين والياء مع بعض عين مرة واحدة ندي الصوتين. نفس الفكرة في الدكتور عبارة عن دمج صوتين متحركين بيطلعوا صوت واحد. وطبعا احنا عارفين الأصوات المتحركة اللي هما الخمسة العاديين، بس الأسباني عندهم حاجة تاني إن هما بيقسموا الأصوات لثلاث فواتس وثلاث ديبيلز. الفواتس أصوات متحركة قوية ثلاثة، الأ والإي والأو. الديبيلز أصوات متحركة ضعيفة، الإي والكيو. طبعا هو بيكون ناتج دمج الأصوات دي مع بعض. احنا بنسميها ثلاث جروبات عشان يسهل علينا المعرفة ويكونوا بشكل أسهل. أول جروب صوت متحرك ضعيف زائد صوت قوي. أول مقطع يا diario, diamante, siempre, tierra, yo, idioma, cuatro. وطبعا كلمتين مختلفين هنعرفهم بعدين. luego, escuela, antiguo. انهي للجروب التاني اللي هو صوت قوي زائد صوت ضعيف. ay, baile, aceite, 6, 8, causa, auto, Europa, deuda. وآخر جروب اللي هو صوت ضعيف زائد صوت ضعيف. يو، viuda, triunfo, dar. وأهمية الدكتور ده جزء أساسي من النطق الصح والكتابة في اللغة الإسبانية. هم طبعا بيستعملوه فإحنا لازم نستعمله. أنت لو متعرفش الدكتور فأنت أكيد هتغلط في القراءة. وبس كده خلصنا النهاردة. أشوفكوا على خير. تشاو.